ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة مطبخ وافكار سنة. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا. هنعمل النهاردة متبل الباذنجان او سلطة البابا غنوج او الطبق المتبل العظمة ده. هنعمله باسهل واحلى طريقة. شايفين المنظر؟ بالامانة كده طعم وشكل وريحة. طبعا الطبق ده ما بنستغناش عنه جنب اغلب المشاوي بكل انواعها، الاسماك بكل انواعها، طواجن، فول، طعمية، بطاطس. يعني كده بيبقى طبق رئيسي على السفرة. يلا بينا كده نشوف هنعمل الطبق العظمة ده مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. في البداية هنا معايا الباذنجان بتاعي، لازم تكون الحباية كده كبيرة عشان يكون فيها لحمة من جو، ويكون لونها أسود وفيها لمعة لأن بتفرق جدا في الطعم. احنا غسلناهم كويس خالص وبعد كده هنبتدي نشويهم. طيب ممكن تشويهم في الفرن، ممكن تشويهم تحت الشواية في البوتاجاز، وممكن تشويهم فوق عين البوتاجاز زي ما أنا هعمل كده. يعني ليكي الاختيارات براحتك، اشويه بالطريقة اللي تعجبك. أنا هنا جبت الشياطة دي اللي هي بتاعت الرز أو تجمير العيش، وهبتدي بقى اشغل النار بتاعة البوتاجاز بالشكل ده، ونخلي النار كده وسط، يعني لا عالية ولا هادية. وبعد كده هنحط الشياطة بتاعتنا وهنحط فوقيها الباذنجانة زي ما هي كده. انا ما خرمتهاش ولا جيت عندها، صحيحة زي ما هي. طيب انا ما خرمتهاش ليه؟ لان انا لو خرمتها هتبتدي تنزل كل السوائل بتاعتها على البوتاجاز ومش هتحتفظ بيها جوه الباذنجان. لكن انا بشويها زي ما هي كده سليمة. شايفين منظرها؟ وايدك بقى فيها على طول تقلبيها من جميع الاتجاهات، مرة فوق مرة من تحت، مرة الناحية دي مرة الناحية دي. هي ما بتاخدش ثواني وبتبدأ تدبل معاكي وبتتشوي بكل سهولة. لو انت بقى عايزة تسهل الموضوع، تحت الشواية بيبقى تمام التمام وبتتشوي معاكي في 5 دقايق. بس طبعا مش الكل عنده شواية، فانا حبيت بس اعملها لكم كده من فوق عين البوتاجاز. شايفين؟ هي ما خدتش ثواني واستوت معايا وبقت طرية جدا اهي. تختبريها ازاي ان هي استوت تمام من جوه بشوكة او بعصاية شيش طاووق، وهتبدأ كده تخرميها بالشكل ده، هتلاقيها تمام استوت معاكي. ممكن تعملي كمية كبيرة. لو انت عندك كمية باذنجان بالشكل ده ممكن تعملي كمية كبيرة وتقشريها معايا زي ما انا هقشرها، وتحطيها في علب في الفريزر. وقت ما هتحتاجيها بقى هتطلعيها، هتسهل عليك كتير لو انت موظفة، كمان ايام دراسة، من تجهيزات رمضان. يعني ممكن تشيلي كمية حلوة، هتوفر عليك وقت ومجهود، وبالأمانة كده بيبقى خطير جنب أغلب الأكلات. بعد ما شوينا الباذنجان بالشكل ده هنبتدي بقى نقشره ونشيل القشرة السوداء دي. ممكن تقشريه بالطريقة اللي أنا بعملها دي، وسهلة جدا وما بتاخدش وقت، بتطلع معاكي القشرة بكل سهولة. وممكن تاخدي الباذنجانة كده تحت الحنفية وتبدأ كده والمية شغالة وتبدأ برضو تقشريها، بتطلع معاكي بكل سهولة. بعد ما قشرناها بنشيل الراس اللي من فوق دي كده، وممكن كمان بسكينة وتقسم الباذنجانة كده بالنص وتاخدي كل القلب بتاعها بمعلقة. يعني بقى انت قشريها بالطريقة اللي تعجبك والسهلة عليك واللي هتقدري تعمليها. هي في كلتا الحالات ما بتاخدش ثواني، بتكون متقشرة وجاهزة معاكي. بعد ما شلنا اهو الراس من فوق، هنبتدي بقى الباذنجان. هبتدي انا اقطعه بالسكينة كده الاول، لان انا مش هفرمه في الكبة. انا بحب الباذنجان المتبل بيكون كده خشن شوية، لكن انت ليكي حرية الاختيار بقى، وزي ما انت عايزة اعمليه براحتك جدا. بعد ما قطعته بالشكل ده هجيب الشوكة بقى هديه كده هرسة بسيطة. تمام. بعد كده هنضيف بقى المكونات بتاعتنا اللي هنتبل بيها الطبق بتاعنا عشان يكون كده طبق طعمه تحفة. هنجيب معانا طحينة، وهجيب كمان توم مهروس، فلفل مهروس، ليمون، وكمان زبادي. طبعا لو انت هتعملي ايام الصيام هتستغنى عن الزبادي وهيبقى معاكي طبق صيامي تحفة. انا حطيت هنا حوالي كده علبة صغيرة من الزبادي او حوالي كده معلقتين 3. وكمان هنضيف حوالي كده 3 فصوص من الثوم مهروسين. فلفل حار بارد زي ما انت حابة، لو عندك كمان هريسة شطة هيبقى فلة، وهتضيفيهم على بعض. وكمان حطيت فنجان صغير كده من الطحينة، والطحينة انا عملتها معاكم قبل كده سواء الخام او اطباق. هسيب لكم لينكات الفيديوهات في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها. انا ضفت كل المكونات على بعض. كمان هضيف كده ليمونة كاملة بالشكل ده. طبعا الليمون على حسب الذوق بتاعك، هتدوقي لو احتجت ليمون زيادة هتضيف، يعني على حسب الطعم اللي انتوا حابينه. هضيف هنا التوابل: معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الكمون، مش هكتر كمون،
وكمان رشة خفيفة كده أو حوالي ربع معلقة صغيرة من النعناع المجفف. النعناع بيدي طعم حلو جدا لطبق الباذنجان بتاعنا. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وممكن تاخديهم زي ما هما كده وقلتلك اهرسيهم في الكبة أو اعمليهم بالهاند بلندر لو انت عايزاهم ناعم. لكن لو انت عايزاها بنفس الطريقة اللي انا عملته ده بيبقى خطير، هتعمليه بنفس الخطوات. ضفت معلقة صغيرة كده من الملح، وخلاص على كده الطبق بتاعنا بيجي جاهز بالأمانة كده خطير. هتدوقيه طبعا، محتاج ملح هتزودي، محتاج ليمون هتزودي، يعني زي ما انت عايز. هجيب طبق التقديم بتاعه وهبتدي كده اقدم الباذنجان المتبل بطريقة كده شيك كأنك جايباه من المطعم. وهنسويه كده وهعمل فيه تعريجات كده بالسباتيولا، يعني نزين الطبق بتاعنا بالأمانة كده ولا أحلى مطعم. شوف انت عشان تقلي الطبق الباذنجان المتبل ده من المطعم هيكلفك كام، انت عملتيه في البيت اهو بطريقة سهلة بسيطة. رشة خضرة من على الوش، وكمان رشة زيت، شريحة ليمون كده في النص عشان تزين الطبق بتاعك، وكمان رشة شطة أو رشة بابريكا لو انت مش محتاجة الشطة أو مش حابة تضيفي شطة، لأن احنا طبعا ضايفين فلفل حامي. فهتحطي كده رشة بابريكا من على الوش، وبيجي معاكي أحلى طبق بابا غنوج. طبعا اعتبريه بقى مقبلات، اعتبريه سلطات، اعتبريه وجبة رئيسية أساسية، يعني زي ما انت عايز. بيبقى طعمها رهيب، شايفين منظرها وشايفين طعمتها، وبالأمانة كده ريحته بتبقى تحفة. تعالوا يلا كلوا معانا بألف هنا وشفا. انا حمرت كده حبة بطاطس من جنب الطبق العظمة ده وتعشينا بيه، وكانت احلى عشوة. يعني مش تحت شرط تعمليه بقى جنب اسماك او مشاوي او جنب طواجن، لا ممكن تعمليه لوحده وهتاكليه بألف هنا وشفا كوجبة اساسية كده اقتصادية سهلة وبسيطة، وما خدتش معاكي وقت خالص. شايفين المنظر؟ بالامانة كده عظمة. احلى طبق باذنجان متبل عملناه بطريقة سهلة وبسيطة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة ودي كانت وصفة النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سونا. ويلا لو عندك باذنجان قومي اعمليه بنفس طعم المطاعم ونفس اللي بتاكلوه من بره بالظبط. أشوفكم على خير. باي باي.